في الجيم نفسه، دي اللعيبه بتقدر تحكمها ويقدر هو يديرها من بره. هنتابع مع بعض احداث اللقاء الهام. وعلى يمينك الجزائر وعلى شمالك منتخبنا القومي، وبتتلعب على طول وتطلع بره قوي. نظبط ساعاتنا مع بعض. مساحه ضيقه والوزاني بيلمسها على طول، يلعبها لموسى صايب، وموسى صايب بيشوط من بعيد. برافو نادر السيد. طبعا هنا واضح ان هم هيشوطوا على امل ان الكره تتزحلق او تغير اتجاهها، انما نادر السيد برافو نادر السيد. احمد نخله والكرات الطويله العاليه، انما بدماغه بيطلعها وتتردي تاني ورافت. وهوبا رافت عنتر وقفها حلو قوي، انما بتعلى من رافت. هارد لك برافو رافت. تتلعب على طول على القايم البعيد وبدماغه بيطلعها هاني رمزي. برافو هاني. مبدأ السلامه اضمن وتطلع كورنر. هاني رمزي نجم منتخبنا القومي، ببطن رجله تتنقل. موسى صايب وينقلها تاني، انما بيفوت كويس بيفوت كويس ويلعب الكره العرضيه وتطلع بره. تطلع بره بيلمسها بدماغه احمد نخله وتطلع بره. كره بن حملان بيلعب الاوت على طول لمتام. متام بيحاول يفوت، متام فات كويس متام، انما بتقلش. وبرافو هاني رمزي. برافو هاني رمزي على القايم البعيد وعملت كيرف كوره، انما هاني رمزي عمل ايه ده؟ احمد نخله. برافو احمد نخله، عامل كفرنج مظبوط قوي. هنشوفها تاني اهي معديه، انما عامل الكفرنج او التغطيه مظبوط قوي قوي احمد نخله. تتردي تاني موسى صايب والكره الطويله وهاني رمزي اخر واحد، انما في زقه ومدي في زقه لينا احنا، في زقه المفروض ده الهاني رمزي هو اللي مزقه. ونادر السيد واقف وبيحطها جوه الجول. الهدف الاول لمنتخب الجزائر من ضربه جزاء. مش هقول مشكوك فيها، ده ما فيش فيها ريحه ضربه الجزاء، يعني طبعا ده كلام مش مظبوط ابدا. دريزي هو اللي جاب الجول. يعني طبعا اي ضربه جزاء بيبقى على الاقل احتمالاتها ما تقلش عن 50%، انما دي ما فيش 1% حتى. واحد صفر منتخب الجزائر. واضح ان الحكم واخد قراره ان هو يحسبها، يعني بيتلكك او بيستنى اي غلطه عشان يحسب ضربه عاليه بدماغه. العزيزي والكاس بيضغط الكاس، بيحاول الكاس يخلصها لنفسه، بيتلم عليها كويس قوي الكاس وفي سن الجزمه. هوبا وليد صلاح. ياه وليد صلاح، امسكها يا وليد. الكاس عامل فيها شغل كويس قوي، عاملها حلوه الوليد، انما استعجل فيها وليد صلاح عشان كده طلعت ضعيفه. فرصه تترد تاني. الوزاني بينقل اللعب، الوزاني يلعبها لمتام، ومتام بيلعب الكره العرضيه وعمرو الحديدي وعاليه، انما فوق العرض. فوق العرض لمسها قبل عمرو وتطلع ضربه مرمى. قاسي سعيد رقم 11 لمسها بدماغه. ابراهيم حسن والكره العاليه الطويله لحسام، مكتفين حسام وبياخد فاول حسام بذكاء اهو، انما نمره 5 ده زي ضله اللي هو العزيزي، مش سايب حسام ابدا اهو. احمد نخله وبيلعبها على القايم البعيد عاليه، انما وكاس هوبا كاس وبطن رجله مش ممكن. وهاني رمزي بيحاول، انما في تكتل دفاعي. حلوه 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 الكاس، وهاني رمزي اخطر كوره وعملوها حلوه قوي الكاس بدل ما يطلع. ابراهيم حسن انما بيلمس جمال مناد. جمال مناد بيلمس وبيحاول يفوتوا مع هاني رمزي وفي منتهى الخطوره وبره. الحمد لله بره. فات حلو فيها قوي الحقيقه، فايت حلو فيها قوي، انما بتفوت جنب الاي. يمكن دي اخطر كوره ليهم واحلى كوره ليهم في الشوط الاول. قاسي هنشوفها تاني اهو. قاسي سعيد في وسط 2 فات وطالع نادر قافل زاويه التمرير واتحطت، انما جت جنب الاي. اقرب كوره ليهم واحلى كوره ليهم في الشوط الاول. قاسي سعيد لسه النتيجه وبيفوت كويس، فات حلو قوي. متام وكرة طويلة وفي منتهى الخطورة وبره الحمد لله بره. فيها حسن توقيت او سوء توقيت من نادر السيد هنا،
انما انقض عليها قاسي سعيد وحطها بدماغه تفوت جنب الايه. حظه وحش قاسي سعيد، عامل كورتين يمكن احلى كورتين في الشوط، انما الاثنين فاتوا من جنب القايم ومن جنب نفس القايم. اختارهم قاسي سعيد، بيلعب على الثلاث خشبات كويس. اهي الكره العاليه اهي، طبعا نادر ما كانش يطلع هنا خالص، انما برضو سوء التوقيت على اساس الارض مش مساعده، وهنا بيبقى سوء تقدير قطعا، ما اللعيب هنا صعب يضحك. هيتردد هنا نادر، وقف الوقفه دي اللي فرقت معاه. رمية التماس، انما بيقطع متام وتتنقل تاني على طول، وجمال مناد من بعيد. شويط جمال، شويط فعلا، ونادر برافو يا نادر، هايل هايل يا نادر يا سيد. جمال مناد شويط، وكان شاط قنبله في الماتشينه معاهم هناك في قسنطينه جت في جيمس. الشغل اللي بنعمله في نص الملعب لما بنمسكها بنشتغل كويس قوي قوي، انما ما نحاولش نشتت بقدر الامكان رغم الظروف الصعبه، انما برضه لازم نمسكها على قد ما نقدر. الكرة اللي فاتت اهي جمال مناد عاملها بدماغه، انما هاني مغطي كويس قوي، وتطول وبيشتتها على طول بالحملان. عاليه عاليه، وهاني رمزي مغطي نفسه، ويطلع نادر اطلع. نعم، برافو هاني، برافو هاني، صح كده. عمرهم ما هيظبطوها مع بعض في ظروف الارض دي، لازم هاني يامن نفسه. عمر التوقيت ما هيتظبط ابدا مع بعض، مهما نادر قال له رايت او سير غلط، لان متام خلاص طلع قبل كده. هادي خشبه يلعبها هادي لحسام، عايز يتلم عليه حسام، انما مش مدينه اي مساحه، وابو جريشه بيلتحم، وابو جريشه بيلتحم، وحسام معاه، وهادي خشبه بدماغه. نحاول الكوره. احمد نخله يلعبها على طول، احمد نخله وحسام حسن، طبعا التحامات وفاولات وضرب وكل حاجه بيضربوا حسام حسن والحكم يعني هو قريب من الكوره، انما متاخر قوي، صفاره متاخره. بدأوا يمسكوا بالعطو لحسام حسن، بيتبادلوا. مين يلعب مان تو مان مع حسام حسن بالعطو دلوقتي اللي ماسكه. وابراهيم حسن بيفوت وتشانكل وفاول، انما مفيش انذارات خالص. اهو ادى انذار كويس، كويس انه ادى انذار. تاني انذار للجزائر. تتنقل تاني على طول، وموسى صايب وبيلعبها بينيه في منتهى الخطوره، في منتهى الخطوره، وبره بتقلش وتطلع بره. طبعا هنا عمرو حديدي فيه شد وبيزك، فقطعا هنا استغلوها وبيصفر الحكم، مش هيدي حتى ثانيه وقت ضايع. وبينتهي اللقاء بفوز الجزائر 1-0 في مباراة ظروفها صعبة جدا بالنسبة لمنتخبنا القومي، وفرق